ازاي فعلا تورك هارد في الاجازه؟ السؤال ده خطير جدا 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 ومهم فشخ. وانا دلوقتي خدت الاجازه مهم. يعني ما مدرك انت خدتها ولا لسه، بس انت ايه المفروض انك تعمله في الاجازه؟ ركز معايا، انا هقول لك الخطوات العمليه اللي انت تعملها بالظبط. ما تقعدش تجادل فيها كتير. ده اللي انت هتعمله ان هو يوصلك لاحسن لايف ستايل انت ممكن تكون هتعيشه في حياتك بعد كده. ركز معايا. هتختار بيزنس موديل معين. هتختار بيزنس موديل معين اونلاين، مش ما تشتغلش. اسمع انا بقول لك عليه. لو عندك للضروره القصوى اتس اوكي. يعني انت لو انت بتاكل وتشرب وتنام عند اهلك فخلاص، ما عندكش اي مشكله في الحوار ده. بس غير كده ما تشتغلش حاجه من 9 ل 5. حتى لو انت ضروري، حتى لو انت عايز تجيب تليفون، حتى لو انت عايز تجيب اي حاجه، اسمع انا بقول لك عليه برجوله، والله برجوله. حتى لو انت عايز تجيب موتوسيكل برجوله، ما تشتغلش اي شغلانه. عارف تعمل ايه في الصيف؟ اختار بيزنس موديل معين اونلاين تشتغل فيه من ساعة لأربع ساعات بس في اليوم. اه. شوف انا بقول لك ساعة من اربع ساعات، مش بقول لك 12 ساعة وبلا بلا بلا وخليك بقى هارد وركر بقى واندر روتيت ودوني نون. لا، انا عايزك تشتغل من ساعة لاربع ساعات. انتوا عارفين انا بشتغل كام ساعة؟ فيها بشتغل كام ساعه؟ المفروض ان انا عامل كورس معاكم سيلف امبروفمنت بقى ومش عارف ايه، فانا المفروض بقى وانا واد بقى حريت بقى وعامل لك كوميونتي، الديلرز كوميونتي بعلم فيها بزنس سكيلز ولا ما اقول لكم، عامل لك كورس لوحده بيتباع جزء من كورس من ديلرز كوميونتي اسمه زيرو تو بزنس ستيب باي ستيب. الكورس ده جامد فشخ يساعدك انك تبدا بزنس اونلاين، وعامل لك حاجه زي كده وبتاع. انت مهم، انت المفروض بقى انت لو انت بتعمل فلوس كتيره فانت مفيش وقت اصلا انك تطلع تكلمني في الفيديو وما ببلاش. انا بشتغل ساعه في اليوم يا جماعه، ساعه لساعتين. بشتغل توتال اربع ساعات لسبع ل 10 ساعات في الاسبوع بالظبط. 10 ساعات في الاسبوع ده لو انا يعني هارد وركر تمام شغل. بفضل ربنا بفضل ربنا بفضل ربنا والله العظيم. الحمد لله بقيت اعمل فلوس اكتر بكتير من مهندسين، أو اكتر بكتير من الناس بتشتغل يا باشا مهندسين، اكتر بكتير قوي من الناس بتشتغل من 9 ل 5 او من 8 ل 4 والى ما هنالك وبتاع. وبفضل ربنا ان انا كل فتره كل شهر بزيد 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 بزيد. دي حاجه من عند ربنا الحمد لله. انا ما يهمنيش فلوس، فكره مش فكره فلوس والله. الفكره مش فكره فلوس اللي انا عملتها. انا بعمل فلوس اكتر حتى لو انا بساوي مهندس معين، بس انا كده كده بشتغل ساعه ولا ساعتين في اليوم وهو بيشتغل 9 ساعات. هو فوق راسي طبعا، بس وباب سكيل والى ما هنالك وبتاع. ركز معايا. الفكره مش فكره فلوس، الفكره فكره لايف ستايل. ده اللايف ستايل انا عايزك تعيشه طول حياتك. طول حياتك. يعني ماليش دعوه انت عندك 20 سنه. في ناس مشتركين معايا عندهم 30 سنه على فكره واتس اوكي، يعني فاهم حاجه؟ الموضوع ملوش سن قوي. انا ماليش دعوه بالحاجه انت الفتره اللي انت قاعد فيها، بس غالبا انت اتفرجت على الفيديو ده فغالبا انت طالب تمام. انا عايز زي اللايف ستايل اصلا بتاعك يبقى انت بتشتغل بس من ساعه لاربع ساعات في اليوم، وبعد كده بقى اليوم بتعمل فيه حاجات مالهاش اي علاقه، يعني شويه ليها علاقه بالشغل بس حاجات ليها علاقه بالمنتال ذات نفسها. يا اما هتسمع كورسات في المجال بتاعك انت بقى شغال بقى ايه لما هناك اي حاجه، زائد انك هتروح الجيم. هتتعلم فايتنج. اتعلم فايتنج يا مهاب. اتعلم يا سيدي بوكسنج او كيك بوكسنج او اي حاجه من الحاجات دي، ما هو ما تخيرش. اتعلم يا سيدي اتعلم بوكسنج في الاول، اتعلم بوكسنج في البدايه تمام. وبعد كده ابدا بقى انت عايز تتحول بقى الى هناك بتاع انت هتعرف الدنيا، بس ابدا بس بوكسنج. خلص الفيديو ده وانزل شوف ايه اقرب مكان فيه بوكسنج واتمرن فيه. لقيت اقرب مكان كيك بوكسنج شوف الاقرب بالنسبه لك وروح، يعني شوف الاقرب بالنسبه لك انت مرتاح فيه نفسيا وروح اتمرن فيه تمام. العب رياضه فيها فايتنج وانزل الجيم. لو انت مش باني جسم احلامك، يعني انا مثلا مش باني الجسم اللي انا اوكي انا جسمي كويس، بس انا مش، انا اصلا طويل اصلا انا 190 سم، بس انا يعني خلاص انا قربت على جسمي اللي انا عايزه لان انا اصلا عايز ابقى فايتر قوي تمام. انزل الجيم من مره لمرتين بس في الاسبوع تمام. انت ممكن تنزل مره تلعب فيها او مرتين تلعب فيهم الاثنين فول بودي. حلو الكلام. المرتين تنزل فيهم تلعب فيهم فول بادي لحد الفيلر مجموعه لمجموعتين بس كل تمرينه. اسمع انا بقول لك عليه بقى. لو انت نزلت مره واحده بس في الاسبوع ولو انت باني جسم احلامك مش هتخس عضل. اسمع انا بقول لك عليه الكلام ده، انا مش جايبه من عندهم، انا جايبه من ناس تقيله قوي تمام. مش هتخسر عضل. شوف الفايترز هتلاقي ان في فايترز على فكره عضلاتهم جامده فشخ. الناس دي على فكره بتتمرن مره واحده بس في الاسبوع في الجيم لحد الفيلر مجموعه لمجموعتين في كل عضله. حلو الكلام. جرب الحوار ده ولو انت خسرت يا سيدي تبقى تعالى قبلي تمام، بس تكون محافظ على اكلك عشان تحافظ بس على الكتله العضليه. لو انت وصلت للريتش بتاعك في انك بتبني جسم حلو فشخ او خلاص انت وصلت للمرحله ان انت جسمك فيه حلو فشخ، هنا انا بقول لك حول. جرب حاجه جديده. جرب العب بقى، ممكن تلعب باور ليفتنج ويت ليفتنج. انا كنت بقى اصلا بلعب، انا اصلا كنت باور ليفتر في الاول تمام. شلت لحد 200 كيلو ديد ليفت، ده الكلام ده برجوله تمام. ممكن تخش عندي على الانستجرام هتبص عليها هتشوفها يعني.
وتلعب، ممكن تلعب كاليستانكس، بودي ويت اكتر، ممكن تلعب اي حاجه، مارشال ارتس، اي حاجه، اي حاجه جديده. بس انا طبعا هشرح لك المارشال ارتس يعني، تمام؟ جربت كل حاجه، انا برشح لك المارشال ارتس. فتعلم مارشال ارتس واتمرن مره واحده بس. غالبا مارشال ارتس اصلا هتبقى 3 ساعات، 3 ايام في الاسبوع غالبا. تتمرن يوم ربع جيم. انت اصلا في العادي اصلا كنت بتنزل 5 ايام في الجيم يعني، فانا بقول لك تتمرن 3 ايام ويوم في الجيم. اليوم ده العب فيه فول بودي. عايز بقى تسمع كورسات ليها علاقه بالمجال بتاعك، عايز تسمع كورسات يعني. انا هتعلم لغه جديده على فكره، انا باذن الله باذن الله باذن الله، يا اما فرنساوي اكمل في الفرنساوي بتاعي، يا اما اكمل اسبانيول، يا اما فرنسيول، تمام؟ ده برجوله والله بكلمكم بجد. فهي الفكره في كده. ده اللايف ستايل اللي انا عايزك تعيشه طول حياتك. انك شغال ساعه 4 ساعات في اليوم، بتعرف تسافر اي حته انت عايزها، ها، وفي مجال انك تاب سكيل. لان انت لو انت شغال من 9 ل 5 على فكره، لو انت شغال من 9 ل 5 في حاجه كويسه ليها علاقه مثلا بالمبيعات وبتاع، انا ما عنديش اي مشكله فيها، لان هي يعني هتساعدك بشكل ما. بس مش بس الفكره انك تسال نفسك، وبعدين بعد ما تشتغل الوظيفه دي، جبت يا سيدي المكنه، جبت يا سيدي المكنه ودفعت قسط المكنه، ها، وبعدين عملت ايه في حياتي؟ هجيب فلوسها ازاي؟ مصاريفها ازاي بعد كده؟ لكن لو انت شغال 3 شهور دول بجد بجد، وعارف انت بتعمل كويس قوي، انت لو انت مشترك معاهم وعامل في ال3 شهور دول ومتعلم كويس قوي ازاي تبدا بيزنس اونلاين. بص يا معلم، عشان بس ما توهكش، لو انت على الابيض على الله ان شاء الله، خش في 0 تو 1 بزنس ستيب باي ستيب، هيعلمك كل خطوه انت محتاجها. لو انت زيرو مهاره، زيرو اي حاجه، انا بقول لك في ناس عملت فوق 5000 جنيه و7000 جنيه. 10000 جنيه ده كان حد خلاص كان عامل ابجريد، شهاده لله يعني، كان عامل ابجريد ودخل على الكورسات اللي هي الكبيره يعني، تمام؟ كان هو اشترى زيرو تو بزنس ستيب باي ستيب، وبعد كده عمل ابجريد فعدى ال 10000 جنيه في الشهر. بيشتغل من ساعه ل 4 ساعات في اليوم. ده طالب معايا. انا بقول لك على ارقام هاديه، انا ما رضيتش اقول لك بقى في ناس بتعمل 50 وفي ناس توب ريتد على موقع فريلانسنج، في ناس توب ريتد، وفي مهندسين في المبيعات الحمد لله بفضل ربنا مشتركين معايا. فانا مش ده اللي جاي اكلمك فيه، بس الحاجات دي لازم يكون في بيزنس اصلا اوريدي موجود اونلاين. حلو الكلام. خش على 0 بزنس ستيب باي ستيب، افرم امه، اقسم بالله برجوله. 6 ساعات تواصل، كورس 6 ساعات، افرم ديك امه في من 3 ل 5 ايام. وكلمني وانا ساعتها بسعر رمزي فشخ هعمل لك ابجريد للكورسات الكبيره. ايه الكورسات الكبيره دي؟ حاجات لها علاقه بالسيلز، بالماركتنج، بالبراندنج، بانك حاجه لها علاقه بسايكولوجيكال بزنس هاكس. هعمل لك حاجات تقيله قوي قوي. انا بقول لك بس يا مهاب انا ممكن اشترك مع، بص الحاجات دي اصلا مش موجوده عند اي حد بقى، ما تقعدش تجيب لي بقى سيره اسامي واليوتيوب اوتوميشن والمش عارف. انا عايزك بس تختار مهاره معينه انت بتحبها. طب انا مش عارف المهاره بتاعتي. 0 تو 1 بزنس ستيب باي ستيب هيعرفك ايه المهاره اللي انت ممكن تشتغل فيها بجد يعني. حتى لو انت مش عارف هقول لك تجرب ايه بالظبط يعني، هقول لك ايه الحاجات، ايه الحاجه اللي تجربها. امشي على الحاجات خطوه بخطوه، جاست كوبي بيست كوبي بيست كوبي بيست، نفسك باذن الله عملت اول كام بيع عليك. 0 تو 1 بزنس ستيب باي ستيب هيساعدك في انك تعمل حاجه زي كده. بعد كده ممكن تعمل ابجريد للديالوجز كوميونتي. ده بقى معاك حد بقى مفتوح بقى، مش مجرد جاست كام بيع، معاك حد مفتوح بقى تتعلم بقى سيلز، ماركتنج، براندنج، مش عارف ايه. بس الحاجات دي لازم تتعلمها لما يكون فيها اصلا بزنس موجود، فاهم حاجه؟ اند ده لايف ستايل انا عايزك تعيشه. ما تشتغلش حاجه من 9 ل 5. انا عايزك تشتغل حاجه زي كده، ويكون في حاجه اب سكيلينج، بحيث انك باذن الله باذن الله باذن الله برجوله، لو انت مشترك معايا باذن الله برجوله يعني، تكون قادر تغطي مصاريفك. مش هقول لك بقى تخلي بقى والدتك ما تشتغلش، انا بقول لك عايزك بس تغطي مصاريفك بس. مصاريفك سيبك مصاريف الايجار يعني، لو انت متغرب سيبك مصاريف الايجار، خلي والدك يدفعها لغايه دلوقتي، تمام؟ هتلاقي نفسك داخل بتصفصف على انك تعمل، انت لو عملت 4 5000 جنيه بس من شغل ساعه ل 4 ساعات في اليوم، هتلاقي نفسك عايش عيشه يا نهار ابيض. هتلاقي نفسك عايش جامد فشخ، جامد فشخ. وعايز اقول لك على حاجه، ما تفكرش انا كده كده مش الناس تيجي تقول لي ما انت بتماركت كتير مش عارف بقى. انا مش فارق ان حد يشترك انت لو ما اشتركش على فكره غيرك هيشترك كده كده واتس اوكي، وكده كده يعمل فلوس، وكده كده هنزل عنه بوست جديد، لان انا كده كده بنزل تمام، بنزل كل يوم بوست عن حد جديد عمل بيعه، حد جديد عمل فلوس، مش عارف ايه بلا 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 الى ما هناك وبتاع، تمام؟ في الكوميونتي بتاعتي على الواتساب. فما تفكرش ان انا كده كده محتاجك، مع احترامي ليك، انا كده كده انت مش شريك معايا، انت مش شريك معايا في بيزنس، فانا مثلا اوكي انا محتاجك بتاع، لا انت اللي محتاجني. فالنتائج الحاجه اللي انت هتعملها مثلا ال3 شهور دول، انت ممكن تعملها بجد بجد برجوله في اسبوعين. هتلاقي نفسك معاك 2.5 شهر يا محترم يا ام السنبلاوين، 2.5 شهر عامل فيهم نتائج اللي انت كنت يعني، انت كنت النتائج اللي انت كنت عاملها في 3 شهور مثلا، سواء انك تتعلم او لسه او هتخبط بتاع لما هناك كده غالبا كنت هتخبط يعني، تمام؟
هتعملها في اسبوعين، هيبقى معاك شهرين ونص تعرف تعمل فيهم نتائج حلوه فشخ. لو انت شغال سنه، السنه بتاعتي انا اللي انا اتفحت فيها في الاونلاين بزنسز عشان خاطر اعرف اديك حاجه زي كده، كورس زي كده، السنه اللي اتفحت فيها انت ممكن تشتغلها في شهر. في شهر. انا اول 5000 جنيه عملتها بعد سنه ونص اصلا. طب حاجه سنه ونص، يمكن كمان توصل كمان لسنتين يعني. هتاخد شهر واحد بس جاست ديديكيتد للمجال بتاعك، اتشقلب، انت العيد داخل اهو، اتشقلب في فلوس. اسمع اللي بقول لك عليه، اقسم بدين الله النصيحه دي من اخ، مش اخ يعني، من كرييتور جامد فشخ انت بتتفرج عليه عشان خاطر اكيد انت اتعلمت مني حاجات كتير فشخ ببلاش. تمام؟ اسمع اللي بقول لك عليه، جرب اللي بقول لك عليه، هتعيش لايف ستايل انت ما كنتش تحلم بيه، وهيكون في حاجه تعمل اب سكيلينج. الاب سكيلينج ده ممكن يوصل انك باذن الله باذن الله تطلع والدتك عمره، تخليها ما تشتغلش بعد كده. اصل لو انت بتعمل حوالي لو وصلت وربنا كرمك وبتعمل حوالي 40000 جنيه ولا 50000 جنيه، والدتك مثلا بتشتغل شغلانه بتقبض فيها 5 7000 جنيه، فانت ساعتها ممكن تقعد والدتك، بس مش اقل من 40000 جنيه. ده بوجهه نظري الشخصيه، مش اقل من 40000 جنيه. لازم يكون الرقم ده بالنسبه لك جاست فكه. وكمان 40000 جنيه رقم قليل، خليها 50000 لو ربنا كرمك باذن الله بتعمل الارقام دي يا سيدي. اقسم بالله اول 10000 جنيه هتعملها في حياتك هتبقى مرتاح فشخ. ووالدك بيديك مثلا 2000 جنيه ايجار، انت كده تحس نفسك انك عايش ملك، ملك زمانك. النتائج اللي انا هعملها في سنه، اللي عملتها في سنه، انت هتعملها في شهر واحد، هيبقى معاك 11 شهر تعرف تجيب فيهم نتائج جامده فشخ. ده الحاجه الوحيده اللي انت ممكن تورد هارك. ما تشتغلش 12 ساعه. انا اللي بقول لك ما تشتغلش 12 ساعه، خلي يومك متقسم على من ساعه ل 4 ساعات في اونلاين بزنس، وبعد كده باقي اليوم يا اما جيم، يا اما تسمع كورسات، يا اما الى منهج. في الاول هيبقى الشغل بتاعك هو الكورسات، لانك لسه بتتعلم في 0 تو 1 بزنس ستيب باي ستيب. بعد كده وانت بتجرب تكون عامل ابجريد للديلرز كوميونتي. الناس كلها على بعض، الناس كلها بتساعد بعض، الكوميونتي جامده فشخ، فيها كورسات كتير جدا، وممكن ساعتها تنزل بوستات، ممكن تسالني سؤال كده كده بدخلك على منصه اسمها ووب، ممكن تنزل بوست بالنتائج بتاعتك، انك كده كده النتائج كده كده ما فيهاش فصال، كده كده الفلوس اللي هتدفعها هتجيلك اضعاف مضاعفه. ما تخشش في تريدنج، ما تخشش في ذهب. لو انت في سن العشرينات اول حاجه تستثمر فيها هي دماغك، هي دماغك. الحاجه اللي انت هتعملها في سنه فلوس انك كنت هتعملها في 4 سنين ممكن تعملها في سنه برجوله لو انت جاست ديكيتد وراجل. انا بنزل كل يوم عن حد جديد قوي عامل فلوس، غالبا حد ده ممكن يبقى انت لو انت نزلت باذن الله وقررت انك تدوس معايا باذن الله. واثق المعلومات اللي انا بديها قوي، انا عارف يعني براندنج، وعارف كل كلمه انا بقولها في الكورسات عامله ازاي. 9 من كل 10 اشخاص بيعملوا معايا فلوس، وكل الناس مجتمعين الكورسات بتاعتي مش موجوده في اي حته ومش هتلاقيها في اي حته. تمام؟